ما هذا أصل كوحوية قفك مسلم كمالكي سحاران بكاي هاي إلهي سبحانه وتعالى وحر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حوليه إن حق دراها كوكلا قادننا نبي عليه الصلاة والسلام وحر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه قف مسلمة maalkiisa in la qaataa xalaal maaha hadaanu isagu raali ku noqon oo aanu isagu waxa weeyaan ku fasixin oo ogolaan nabigeenu kaleey salaatu wasalaam khudbadii caanka ahayd ee uu jeediyay xajkiisii xajatul wadaa la oran jiray carafana rasuulku waa ka jeediyay ahamiyada ay leedahay awgeed minana waa ku soo celiyay waxa nabigu kaleey salaatu wasalaam ku celceliyay in dima'akum wa amwalakum wa a'radakum حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وحنا بيقول ديجينا يا مالكينا يا عرضينا وقفك دكتيس يا شرفتيسا حرام بيدين كين من لو ما حد قد بكرو سيدا اي حرام دي كيهين ما انتو مالين وين بيش لو جيرا بالحج هي بلد كله جوغا بلد الحرام وسغنا حرمه وين الهي سبحانه وتعالى اكتيسا كله حالده كله قفك مالكيسا لا استعمال كرا وهذه أي شريعة فصحة ولا يسوي أنا أقولان به أو شريعة واختيار أي فصحة ذي وحكم مدا هذه قفك يتصال عندي الدين اللي يقول لي هاي أو دين تي قفكو سووا بحين كرا وبحين وايو قفك والله قاضي هذه الدولة دايانا وقاضي يسوي أنا رالك ونقول وحلا مدا قفك نفقات كي بيلك كوة شبي أما حاسكيسي أما أوبتكيسا أما والدكي أما عندك ليلة هاي وقوة شبي سوى بحين كره هدي وبحين واي سوى رالك وهين بالغ قاضية marka qofka muslimka maalkiisa laba xaalood midkoodun baa la qaadan kara xaaladda koowaad waxay tahay inuu isagu ogolaado isla markaana uu qof ogolaanshiis uu ansaxayo oo qofka qaangaarka ah emiirka qaba isla markaana qof xoolihiisa maamulan kara oo qof safiiha ama bilaal xajcala aan ahayn xaaladda labaadna hadii shariicadu ay fasaxdo marka ninkaasi aad u shaqayso xoolihiisa wax kamida oo isagu aanu ku fasixin ma qaadan kartid كل وحبات كويشيسين أو مصاريف النقطة أما إن أدمش كتها براني صح النقطة هذيك لفتة ودي واحد ولا تشوكتا كل وحدنا باتشرة هي مراد ولو هبير هذا بيه مركا هذا أدو كوجلي كرايسو إن هذا شيء سكين هرات كسي ولا شقيسان ودنا يكوتها هاي وصح هذا أنا كوجلي كراهينا قف حريات هاي وتسكيت تجسا dhulka ilaahay waa ballaariyahay ilaahay baa subhanahu wa ta'ala rizqiga bixiya laakiin xoolihiisa wax kamid oo isagoo aan ku fasixin inaad qaadataa kuma banaano wallahu a'lam